صباح الفل على احلى ملوك في الدنيا. ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك طريقه بيع عملات دوجز وطريقه زياده ارباحك اضعاف مضاعفه من عمليه البيع والاستراتيجيات اللي هنستخدمها في عمليه البيع. طيب يا هندسه، انا ازاي ابيع عملاتي؟ حضرتك في اي منصه عموما عشان تبيع عملاتك بتدوس على كلمة تداول، وانا هشرح لكم في كل المنصات يا شباب بإذن الله. يعني بتدوس على كلمة تداول كده. طيب انا عايز ابيع عملة ايه يا هندسة؟ عايز ابيع مثلا عملة دوجز. حضرتك بتدوس على كلمة يو اس دي تي كده لتون او يو اس دي تي البي تي سي حسب المنصة اللي انت بتستخدمها. تمام، بتدوس عليها كده. طبعا انا عايز ابيع عملة دوجز، فهدوس على كلمة بحث كده. معلش. تمام، انا بشرح على السريع يا شباب عشان الفيديو ما يطولش. فانا عايز ابيع مثلا عمله دوجز. ظهر لي كده طبعا عمله دوجز لسه ما اتضافش التداول فيها يا شباب. تمام، او التداول ما فتحش فيها. فانا مثلا هجيب له مثلا عمله التون عشان اشرح لكم عليها على السريع كده ايه اللي هنعمله بالظبط. فادوس هبحث عن عمله تون كده. تمام، واقول له ايه انا عايز ابيع العملات. فهو بيظهر معاك بالشكل ده كده. الاخضر ده البيع، اما ده الشراء قصدي، اما الاحمر ده البيع. تمام، فبقول له انا عايز ابيع، فبدوس على طلب محدد السعر دي واغيرها اخليها طلب بسعر السوق. حلو جدا. وبعدين يا هندسه، مثلا انا معايا فوق ال100,000 عمله، عايز ابيع مثلا 75% من عملاتي، فاقول له لو سمحت بيع لل 75% مثلا من عملاتي كده. تمام، فادوس على هو حدد لي اهو 76% من العملات اللي معايا. طيب وادوس على كلمه بيع بس كده. طيب انا دلوقتي يا هندسه السعر نزل وعايز اشتري. تمام، انا بستنى لما يحصل عمليه تصحيح او هبوط. ايه عمليه التصحيح او الهبوط دي؟ عمليه التصحيح دي اللي هي هبوط سعر العمله تبدا تهبط كده وانا عايز اشتري عندها. تمام، فانا اقول له مثلا لو سمحت انا عاجبني السعر بتاع عاجبني السعر، سعر العمله لما هبط، فاشتري مثلا بسعر السوق. انا بعت مثلا 100,000 عمله او بعت 75% من عملاتي. تمام، وجيت قلت له مثلا لو سمحت اللي انا شريت به ده انا عايز اعمل بيه شراء تاني. فاحدد الكميه، احدد احدد ال100% من عملاتي. تمام، عملات اليو اس دي تي. طبعا انا بعد ما بعت اقول له اشتري لي بنفس الكميه اللي انا بعت فيها وادوس على كلمه شراء. تمام. طيب يا هندسه، لو ما حصلش هبوط، تمام، وانا بعت 75% من عملاتي، تمام، وعايز ابيع ال 25% التانيين وحصل بامب كده، والبامب ده كان اعلى من البامب اللي فات. طيب انا عايز ابيع فيه، اعمل ايه؟ هحدد ال100% من العملات الباقية اللي معايا وادوس على كلمة بيع. حلو جدا. طيب يا هندسة، دلوقتي انا بعت ال100% من عملاتي، تمام، وعايز دلوقتي اشتري بسعر معين. طب اشتري بالسعر المعين ده ازاي؟ تمام، طبعا حضرتك ما بتشتريش من دماغك. انا بقول لك مثلا العملة هتنزل لكذا في الجروب بتاعنا باذن الله او على القناه، بقول لك اشتري مثلا عند سعر كذا وبيع بسعر كذا. تمام، حلو جدا. اعمل ايه طيب يا هندسه؟ اقول له طلب، ادوس على طلب بسعر السوق دي واخليها طلب محدد السعر. حلو جدا. العمله، ولنفرض ان العمله مثلا البداية بتاعتها كانت 00 بوينت مثلا 7. انا مثلا عايز اشتري والعملة مثلا ب00 بوينت مثلا بوينت 0003 مثلا. تمام، عايز اشتريها عند 3 من 1000. تمام، معلش يا شباب بتلخبط في الارقام عشان بسجل وبتكلم سريع جدا، فيا ريت تستحملوني ومحدش يقول انت بتقطع ليه وبتنهج ليه والحاجات دي. وانا طبعا مش بوقف الفيديو وانا بسجل، فاهمين يعني؟ مش زي الناس التانية، فبتكلم سريع جدا وبتكلم على قد ما اقدر عشان اوصل لكم الطريقة والصورة كاملة. تمام، فانا عايز ايه؟ عايز اشتري عند اقل سعر ممكن، فاحدد له مثلا السعر مثلا السعر المبدئي كان 5 مثلا او 7 زي ما قلنا، فانا عايز اشتري مثلا ب4، فاقول له لو سمحت اشتري لي بال4 دي. تمام، عند اشتري لي ب100% من فلوسي عند ال4 دي. تمام، حلو جدا. وادوس كلمة ايه؟ شراء. حلو جدا يا هندسة. طيب انا عايز ابيع يا هندسة عند مثلا سعر 5 بعد ما اشتريت. طبعا بعد ما تشتري بيجيلك اشعار كده من المنصة لو الاوردر اتباع، لو الاوردر اتشرى بيجيلك اشعار كده في المنصة اللي انت بتشتري فيها ان تم الشراء بالفعل. تمام، الاشعار ده بيكون هنا كده فوق وانت في المنصة. طيب انا عايز ابيع بقى، اقول له لو سمحت بيع لي مثلا كده، طالما انا اشتريت ب4 مثلا، بيع لي مثلا عند 6 100% من عملاتي وادوس على كلمة بيع. طيب انا بعد ما بيظهر لي الاوردر هنا كده، اوردر البيع واوردر الشراء،
والاوردر ده معناه امر البيع او امر الشراء اللي انا استخدمته، اللي هو امر محدد السعر. تمام. طيب يا هندسة دلوقتي انا عايز استخدم طريقة غير طريقة اللهم صل على سيدنا محمد، طريقة محدد السعر او طريقة التحديد وطريقة السوق، عايز استخدم حاجة غيرهم. تمام. انا دلوقتي ممكن استخدم حاجة تانية كده اسمها التسلسل الهرمي. ممكن اقول له مثلا لو سمحت لما السعر يوصل لي مثلا 3 اشتري لي 25% وادوس شراء. تمام. ولما السعر لو سمحت يوصل لي 4 اشتري لي مثلا 5 اشتري لي 50% وادوس شراء. ولما السعر مثلا يوصل لي مثلا 7 اشتري لي 100%. طبعا الاوردرات دي كلها بعملها في نفس الوقت. تمام. اول ما الاقي الاشعار جالي من المنصة ان تم الشراء بالفعل، ان مثلا العملة وصلت لمثلا 3، فانا بكده هبقى لحقت ال3 اهو. العملة وصلت 4 انا لحقت ال4 وال5. تمام. فهقول له لو سمحت بقى مثلا انا عايز ابيع، هيقول له لو سمحت لو العملة وصلت مثلا 0.0 مثلا 6 بيع لي مثلا 25% او 50% من عملات. لو العملة مثلا وصلت 0.00 مثلا 7 بيع لي 50% من عملات. لو العملة مثلا وصلت 0. مثلا 8 بيع لي مثلا 100% من الباقي من عملاتي. طبعا الكميات دي بتبقى الاوردرات دي بتبقى تحت بعض كده في المنصة، في اي منصة عموما. ودي الطريقة سهلة جدا 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 فوق ما تتخيل. طيب يا هندسة انا عايز ابيع في باينانس مثلا، اعمل ايه؟ عايز ابيع مثلا في منصة بيتجت، اعمل ايه؟ طبعا حضرتك برضو بتدوس على كلمة التداولات دي. تمام. بيظهر لحضرتك بالشكل ده كده طلب حد. دي يا شباب هي بعينها طلب محدد السعر عشان محدش يتذاكى. عايز ابيع في منصة باينانس، هتدوس على طلب حد دي اخليها طلب السوق. حلو جدا يا هندسة. وبعدين احدد الكمية زي ما قلت والى اخره. بنفس الطريقة يا شباب وبنفس كل حاجة. عايز ابيع في بايبت نفس الطريقة برضو، نفس كل حاجة. طبعا انا كده كفيت ووفيت، وباذن الله ما كنتش نسيت حاجه. اما ادراج العمله والله يا شباب انا لقيت المؤقت تقريبا غيروه. ممكن ادراج العمله يكون الساعه 2، فحضرتك عايزك من 1:30 تكون جاهز. كان الساعة 3 برضو من 1:30 حضرتك تكون جاهز. تمام. طبعا انا تعبت جدا وانت شايف صوتي راح، فما تبخلش عليا بالله عليك باللايك والشير والحاجات اللطيفة دي واشتراك في القناة. تمام. ما تنساش اخوك باي دعوة حلوة كده، وان شاء الله طبعا ما تنسوش الكومنت على الفيديو ده، وان شاء الله وما تنساش برضو تنضم القناة بتاعتنا على تليجرام والجروب بتاعنا. ادي القناة اهي والجروب بتاعنا. طبعا حضرتك القناة بتاعتنا بينزل فيها كل حاجة، شفرات مورس، اي اخبار بتكون موجودة على القناة. طبعا حضرتك لما بتنضم للقناة ان شاء الله هيكون في النهاردة توزيع جيف اويز كده، فحضرتك باذن الله كده يعني هتكون من الناس اللي باذن الله اللي هتاخد مكافآت النهارده من بيع العمله. واحنا متعودين اي عمله نبيعها باذن الله يعني هيكون في توزيع جيف اواي كده على الناس اللي بتتفاعل معانا والناس اللي موجوده في القناه معانا وفي الجروب باذن الله. فما تنساش اخوك بدعوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.